كنت أدعى ليلى، فتاة من قرية بسيطة في ريف مصر. عائلتي فقيرة جدا وإخوتي كثيرون. تزوجت وعمري 19 عاما من رجل يدعى هشام. كان ميسور الحال ويعمل في المدينة. عائلته صغيرة، والده نبيل رجل قوي الشخصية ومتعجرف، ووالدته زينب سيدة طاعنة في السن تستخدم كرسيا متحركا. هشام كان وحيداً لوالديه، رغم أن عائلته الكبيرة منتشرة في كل مكان. وافقت على الزواج بسرعة لأنني أردت الهروب من حياتي الصعبة. لم أكن أحلم بحياة أفضل مما وجدته مع هشام. لقد كان زوجاً مثالياً، هادئ، حنون، يقدرني ويحرص على راحتي. أحببته كثيراً، وأصبح لا يمكنني تخيل حياتي بدونه. شعرت أنني انتقلت من الظلمة إلى النور، لكن المشكلة بدأت عندما تأخرت في الإنجاب. كان حمي نبيل وحماتي زينب يضغطان علي باستمرار للذهاب إلى الأطباء. كنت أتهرب وأقول إننا لا نزال عرسانا جددا، لكنهم لم يهدأوا. في النهاية استسلمت وذهبت إلى طبيبة نسائية، وأكدت الفحوصات أنني بخير، وأعطتني بعض الفيتامينات المنشطة. لكن بعد شهرين لم يحدث حمل. طلبت مني حماتي أن يذهب هشام لفحص نفسه. كان متردداً، لكني أقنعته في النهاية. ذهبت وحدي لأستلم نتائج التحاليل، وهنا صدمت. هشام يعاني من عقم شديد ولا أمل في علاجه. شعرت أن العالم انهار علي. خفت أن يطلقني، وأن أعود إلى قريتي الفقيرة، وأن أخسر كل شيء بنيته. عدت إلى المنزل منهكة حزينة. صادف أن حمي نبيل كان وحده في البيت، إذ كانت حماتي عند ابنتها. لاحظ حزني وأصر على معرفة السبب. عندما أخبرته فاجأني برده: لا تخبري هشام أبداً بهذا الخبر. سأقوم بتزوير تحليل سليم باسمه، وإذا سألك قولي له إن النتائج جيدة، وإلا سيطلقك وتهدم حياتك. كنت صغيرة وخائفة، فاستسلمت. وهكذا بدأت الكذبة التي قلبت حياتي رأساً على عقب. صدقت كلام حمي نبيل لأنني كنت خائفة من فقدان هشام وحياتي المستقرة. بدأ نبيل بتنفيذ خطته ببرود شديد. أجرى تحليلاً لنفسه تحت اسم ابنه هشام، مع تغيير حرف واحد في الاسم ليتطابق مع المستندات المزورة. أتلف التحليل الحقيقي وأعطاني النسخة المزيفة لأريها لهشام. عندما طلب مني زوجي رؤية التحليل، أعطيته إياه دون تردد، وذهب إلى طبيب آخر أكد له أن كل شيء طبيعي. عندها تحول ضغط العائلة علي لمواصلة العلاج والإسراع بالحمل. قال لي هشام: لابد أن المشكلة منك أنت. سأذهب بك إلى طبيب جديد لأخذ علاج أقوى. شعرت بالذنب وأنا أسمعه، لكني لم أملك الشجاعة للاعتراف. في الأيام التالية بدأ حمي يتصرف بغرابة. طلب مني تحضير الطعام له في غرفته، ثم صعد إلى شقتي مستخدماً المفتاح الخاص به. تفاجأت به يقف أمامي وقال ببرود: أريد أن أكمل ما ينقصك. زوجك لا يستطيع الإنجاب، لكني أستطيع. اسكتي ولا تتكلمي كثيراً. كنت مصدومة، لكنه كان يمسك بزمام الأمور. أخبرني أنه سيعطيني طفلاً يحفظ مكانتي في العائلة، ويجعل هشام سعيداً، ويجعلني آمنة. ضغط علي نفسياً بقوله: هل تريدين العودة إلى قريتك الفقيرة؟ هل تريدين أن يفشل زواجك وتصيري مطلقة؟ أنا أقدم لك الحل الوحيد. كنت مرهقة وخائفة، ولم أجد القوة للمقاومة. استسلمت له في ذلك اليوم، وشعرت أن جسدي ليس ملكي. تكرر الأمر عدة مرات خلال الأسبوعين التاليين، بسرعة وبصمت. كنت أشعر بالاشمئزاز من نفسي، لكني كنت أظن أن هذا هو الثمن الوحيد لاستقرار حياتي. وبعد شهر لاحظت تغيراً في جسدي. ذهبت لزيارة والدتي في قريتي، وهناك شعرت بتعب شديد. اتصل هشام
وأسرع ليأخذني إلى الطبيب. تفاجأ الطبيب وأخبرنا أنني حامل. هشام لم يصدق فرحته وحملني بين يديه إلى البيت وأمرني بعدم الحركة حتى أنجب. كنت أعرف أن الطفل ليس له، لكني لم أستطع أن أقول شيئاً. شعرت بمزيج من الخوف والذنب والفرح الغريب. هشام كان في قمة السعادة وأصر على توفير كل ما أحتاجه، وحماتي زينب بدأت تعاملني كملكة. أما حمي نبيل فنظر إلي نظرة انتصار صامتة، وكأنه يقول: أنا من صنع هذا. وضعت طفلي وكان ذكراً جميلاً سميناه يحيى. هشام كان في حالة نشوة لا توصف، فهو الوحيد الذي يرث العائلة بعد أن كان وحيداً. حماتي زينب فرحت جداً رغم مرضها، وكل الأقارب جاءوا لتهنئتنا. لكن النظرات تغيرت عندما بدأ الطفل يكبر. كان يحيى يشبه هشام بشكل كبير، لكنه يشبه أيضاً حمي نبيل. كلما كبر تأكدت أن ملامحه تجمع بينهما. كان الناس يقولون: الولد شبه أبوه وجده، وكانوا يضحكون، لكن قلبي كان يتقطع. مرت السنوات وحاول هشام الإنجاب مرة أخرى، لكني كنت أوهمه بأني أحمل ثم أسقط بسبب ضعف صحتي. صدقني، لأنه كان خائفاً علي وتوقف عن الضغط بعد عدة محاولات فاشلة. صار كل همه يحيى، الطفل الذي أحبه كأنه روحه. وكان يحيى يشبه هشام لدرجة أن الغرباء كانوا يظنونهما أخوين وليس أباً وابناً. خلال هذه الفترة ابتعدت عن حميي نبيل تماماً. لم نعد نتحدث فيما جرى وكأنه لم يكن. تعاملنا كغرباء في البيت الواحد. أنا كنت أخدمه وأعد له الطعام وأغسل ملابسها، لكن لا نظرات ولا كلمات ذات معنى. شعرت أن الكابوس انتهى وأني استطعت أن أتجاوز تلك الفترة المظلمة. كرست حياتي لتربية يحيى ولإسعاد هشام، لكن القدر كان يخبئ لي مفاجأة. عندما بلغ يحيى 15 سنة توفيت حماتي زينب. كانت وفاتها هادئة، لكنها فتحت الباب مجدداً لعواصف كنت أظن أنها سكنت. بعد أسبوع واحد فقط من دفنها تغيرت نظرات نبيل. صار يحدق بي بطريقة مريبة وبدأ يتلمس طريقه إلي. كنت أحاول تجاهل الأمر، لكنه في أحد الأيام أمسك بذراعي وقال: زينب راحت والبيت صار هادئاً، نحتاج أن نرتب أوضاعنا. رفضت بحزم وقلت له: هذا الأمر انتهى إلى الأبد، لا تفتحه ثانية. لكنه ابتسم ابتسامة باردة وقال: هل تذكرين التحليل الأصلي الذي أخفيته لك طوال هذه السنوات؟ إنه لا يزال معي، وهناك أيضاً رسائل وتفاصيل لو علم بها هشام ستعرفين ماذا سيحدث. سيفقد ابنه ويرميك في الشارع. شعرت بالرعب، كان يهددني بكشف كل شيء: حقيقة عدم قدرة هشام على الإنجاب، وحقيقة أن يحيى ليس ابنه. كنت أدرك أن هشام لو عرف سينهار نفسياً، وربما يطلقني ويحرمني من ابني. شعرت كأن الأرض تهتز تحت قدمي. نبيل لم يكن يطلب حبي أو رغبتي، بل كان يمارس سلطته علي كأني سلعة يملكها. قال لي ببرود: لازم أي وقت أطلب منك تكونين موجودة، وإلا سيعلم هشام كل شيء. عندي التحليل الأصلي، وعندي تسجيلات، وعندي أدلة تدمر حياتك في ثوان. عرفت أنه قادر على فعل ما يقول، لأنه كان دائما رجلا عمليا وشريرا عندما يريد. استسلمت مجددا، لكن هذه المرة لم يكن الاستسلام بسبب الخوف فقط، بل بسبب اليأس. كنت أعتقد أن لا مفر لي. تكررت اللقاءات المحرمة مع نبيل، وكنت أشعر كل مرة أن جزءاً من روحي يموت. كنت أحب هشام حقيقياً ولا أريد أن يؤذيه أحد، لكن كذبتي الأولى قادتني إلى هذه الورطة. كنت أخرج من غرفة نبيل وأنا أشعر بالقرف وأغسل جسدي مراراً، لكن لا شيء كان يزيل الأوساخ المعنوية. العلاقة مع نبيل استمرت شهوراً،
لكن الفرق أنني لم أعد صغيرة ساذجة. كنت امرأة في ال40 من عمري، وأدرك تماماً حجم الخطأ الذي أرتكبه. صرت أتجنبه بقدر الإمكان، وأختلق الأعذار للخروج من البيت عندما يكون وحيداً، لكنه كان يهددني باستمرار عبر رسائل نصية قصيرة أو عبر التلميحات أمام هشام ويحيى. عشت في خوف دائم من أن تنفجر القنبلة في أي لحظة. يحيى كبر وأصبح شاباً في ال16، وكان هشام يعشقه. هشام كان يخرج للعمل صباحاً، ويحيى يذهب للمدرسة، ويبقى أنا ونبيل وحيدين في البيت لساعات. كانت ساعات عذاب نفسي لا توصف. حاولت مرة التحدث مع نبيل بجدية، وطلب منه أن يتوقف، لكنه ضحك وقال: أنت زوجة ابني وأم حفيدي، لكنك أيضاً شريكتي في السر، لا يمكنك الخروج من هذه اللعبة. في لحظة يأس فكرت في الاعتراف لكل شيء لهشام. تخيلت أن أركع أمامه وأخبره بالحقيقة كاملة حتى لو طلقني، لكن الخوف من ردة فعله كان أكبر. هشام رجل هادئ، لكنه غيور جداً، وإذا عرف أن أباه خانه مع زوجته فقد تكون العواقب كارثية. ربما يقتل أحدهم أو ينهار هو نفسياً. لم أكن مستعدة لتحمل تلك المسؤولية. مرة أخرى سألت نفسي: كيف وصلت إلى هنا؟ كيف تحولت حياتي من قصة حب جميلة إلى جحيم لا مخرج منه؟ وكلما فكرت في حل، وجدت نبيل يسبقني بخطوة، ممسكاً بزمام الأمور بقبضة حديدية. مرت أشهر أخرى وأنا أعيش في جحيم صامت. كل صباح كان يشبه الآخر. هشام يذهب إلى عمله، يحيى إلى مدرسته، وأنا أبقى مع نبيل الذي أصبح يتحكم بي كالدمية. كان يحدد مواعيد اللقاءات ويستخدم أسلحة الابتزاز النفسي ببراعة. كلما أبديت مقاومة كان يذكرني بالتحليل الأصلي الذي بحوزته ويقول: اختاري، إما أن تتعاوني بهدوء أو تخسري زوجك وابنك وبيتك وشرفك. لكن في داخلي كانت تتشكل قناعة جديدة: هذا الرجل لن يتوقف أبداً. مهما أعطيته سيريد المزيد. هو لا يريدني كشريكة، بل يريد أن يثبت سيطرته علي لأني رفضته ذات مرة. بدأت أخطط للهروب، لكن كيف؟ أين أذهب؟ أنا امرأة بلا مال، بلا عمل، بلا سند. أهلي فقراء ولا يستطيعون حمايتي، وإذا عرفوا الحقيقة سيرمونني بالحجارة. المجتمع الريفي لا يرحم النساء اللواتي يخطئن، حتى لو كان الخطأ تحت الإكراه. فكرت في الذهاب إلى محامية أو مؤسسة نسوية، لكن خوفي من الفضيحة كان أكبر. فكرت في مواجهة نبيل أمام هشام، لكني لا أملك دليلاً غير كلمتي، وهو سينكر كل شيء ويظهر بمثالي الرجل الطيب المسن. من سيصدقني؟ زوجة خائنة أم أب طاعن في السن؟ كنت أعرف أن المجتمع سينحاز له دائماً. ذات يوم، بينما نبيل كان نائماً بعد إرهاقه، تسللت إلى غرفته وفتشت أدراجه. وجدت مظروفاً قديماً يحتوي على التحليل الأصلي. كان مكتوباً فيه بوضوح: نتيجة عقم هشام. أخذته وأخفيت مكاناً آمناً خارج البيت عند جارة أثق بها. شعرت للحظة بالأمل. الآن أصبح لدي سلاح لأواجه به نبيل. إذا هددني، يمكنني أن أهدده بأني سأري التحليل لهشام بنفسي. لكن نبيل اكتشف فقدان التحليل بعد يومين. جن جنونه وصرخ في وجهي: أين وضعته؟ هل تظنين أن هذا سينقذك؟ لدي نسخ متعددة، وعندي أيضاً صور وتسجيلات. أنت لا تدركين من تتعاملين معه. شعرت باليأس مجدداً. كان ذكياً جداً ولم يترك شيئاً للصدفة. أخرج هاتفه وأراني بعض التسجيلات الصوتية من لقاءاتنا وقال: لو سربت هذه التسجيلات، هشام سيعرف صوتك وصوتي. ماذا ستفعلين حينها؟ انهارت معنوياتي تماماً. عدت إلى صمتي وإلى طاعتي، لكن داخلي كان يشتعل.
ليلاً عندما كان هشام ينام بجانبي كنت أبكي بصمت وأتساءل: هل سأموت قبل أن أتحرر؟ هل سأظل أسيرة لهذا الرجل حتى يكبر يحيى ويتزوج ويتركني؟ هل هناك مخرج حقاً؟ وصلت إلى نقطة الانهيار الكامل. لم أعد أعرف من أنا، امرأة ضحية أم شريكة في الخطيئة، صغيرة خائفة أم بالغة عاقلة. كنت ألوم نفسي كثيراً على ما فعلته في الماضي، لكني كنت أدرك أن نبيل هو الجاني الحقيقي، هو من استغل ضعفي وخوفي، وهو من خطط لكل شيء بدقة منذ البداية، هو من أقنعني بإخفاء الحقيقة عن هشام، ثم استغل ذلك لابتزازي جنسياً لسنوات. في لحظة صفاء ذهني قررت أن أتخذ قراراً مصيرياً. سأواجه هشام بالحقيقة كاملة، ليس لأني شجاعة، بل لأني لم أعد أستطيع العيش في الكذب والخوف. حتى لو طلقني، حتى لو خسرت يحيى، حتى لو عادت بي الأيام إلى قريتي الفقيرة، فذلك أفضل من أن أظل جثة ميتة تمشي بين الأحياء. اتصلت بصديقتي المقربة التي تعيش في مدينة أخرى، وشرحت لها جزءاً من القصة، فوافقت على استضافتي إذا اضطررت للهروب. خططت لموعد مع هشام لأخبره بكل شيء. طلبت منه أن نجلس وحدنا دون وجود يحيى أو نبيل. كان يوم جمعة. نبيل خرج في زيارة لأخيه، ويحيى عند أصدقائه. جلست أمام هشام وقلت له: لدي شيء مهم جدا لأخبرك به. بعد أن تسمعه، لك كامل الحق في أن تفعل ما تشاء، لكني أريدك أن تعرف الحقيقة كاملة. نظر إلي بدهشة وقلق وقال: تكلمي يا حبيبتي. بدأت من البداية. أخبرته عن التحاليل الحقيقية التي أخذتها وحدي، وعن العقم الذي يعاني منه، وعن تزوير نبيل للتحليل، وعن الضغط الذي تعرضت له، وعن الابتزاز الجنسي الذي استمر لسنوات، وعن أن يحيى ليس ابنه. هشام شحب وجهه، وبدأت عروقه تنتفخ. لم يتكلم لدقائق طويلة، ثم انفجر باكياً كطفل صغير. بكى بكاء مرا لم أره مثله من قبل. ظل يردد: أبي، أبي فعل هذا بي. لكن المفاجأة كانت في رد فعله بعد أن هدأ. لم يصرخ في وجهي، لم يضربني، لم يطردني. بدلاً من ذلك قال: أنت ضحية مثلي، أبي هو المجرم الحقيقي، لكن يجب أن نتصرف بحكمة. إذا انفجرت الفضيحة سنخسر كل شيء، وخصوصاً يحيى. هذا الابن الذي ربيته وحببته إلى قلبي، لا يمكن أن أتخلى عنه. اتخذنا قراراً: سنواجه نبيل معاً، وسنهدده بإبلاغ الشرطة إذا لم يتراجع ويتوقف عن ابتزازي. في المساء واجهناه. هشام تحدث بلهجة حادة لم أسمعها منه قط. قال لأبيه: أعلم كل شيء، إما أن تتوقف عن تهديد زوجتي، وإما أن أذهب للشرطة وأخبرهم بكل ما فعلته، بما في ذلك تزوير التحاليل الطبية والابتزاز الجنسي. اختر. نبيل انهار وأقر بخطئه، ووعد بالابتعاد نهائياً. انتقلت أنا وهشام إلى شقة بعيدة، وتركنا نبيل وحيداً في البيت الكبير. يحيى لا يزال لا يعرف الحقيقة كاملة، وسنخبره عندما يكبر. أنا الآن أحاول إعادة بناء حياتي. أعاني من الكوابيس والذنب، لكني بدأت رحلة علاج نفسي. تعلمت أن الخوف يدفع الإنسان إلى أخطاء فادحة، وأن الكذب الصغير قد يتحول إلى جحيم لا ينتهي. أتمنى أن تكون قصتي عبرة لكل امرأة تمر بظروف صعبة. لا تصمتن، لا تخفن، واجهن الظلم قبل أن يبتلعكن.